اسمع 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 وشارك، ربما بمشاركتك وتفاعلك بتوصلنا إلى مفسر. أنا بالنسبة لي عارف التفسير، وأنت حاول تكتب لي التفسير عندك. حلمت البارحة قصر اليمامة، كأني كنت في البلكون حارس، وشفت السيد القايد بهامة على كرسي من الفضة، وجالس يحدثنا بنور الاستقامة وعن نصر البلاد، وكان حامس على مشهد كما يوم القيامة، وهم ما بين مستانس وخانس، وكم سلطان واصحاب الرخامة كأنهم في صور مثل المداحس. وبن سلمان نادى يا إمامة، عرفته بيش؟ لا أنت كنت دارس بهز البغم، لا هو بالخجامة، وأنا قد كنت أشبه به وحاسس. وجالك بن سريع هيبة وسامة بطله ما لها ناطق منافس، وضع في فمه نور لجامة، وقال اخرس ولا نحتاج ناخس. ملوك الأمركة وأهل الرخامة أمامي شفتهم مثل الخنافس، كأن ابن المداني والزعامة وابو نصر الشعث ثابت وراوس قد انهون الحرايب في تمامه، وصفوا كل متخاذل وخايس، وأصغر عسكري في شكل فارس، وصاروا في إدارات المجالس. قطر صارت ولاية لا ملامة، إذا شفناه تميم ثابت وغارس، وسلمناه الكويت ثم المنامة ويحكمهن تميم والراس راوس، وسلمنا الكويت ثم المنامة ويحكمهن تميم والراس راوس، ومسقط والإمارات، ومسقط والإمارات المقامة عليهن ما سوى الهيثم، يمارس صلاحياتهن دايم مقامه، ولا له في ولايتهم منافس. وسوريا العراق يمسك زمامه، والأردن ثم لبنان للعشاوس، وغزة حاكمة بعد السلامة، وقد صار النتن ضمن الفطايس، وتحكم مصر من ضمن العلامة. لماذا طفل غزة كان عابس؟ لأن القاهرة تفرض رسامة على المرضى لحتى 1000 خامس، ولا من خبزهم تنفق لقامة، ولا من خبزهم تنفق لقامة، ولا مدت لهم حتى لقامس. ولايات العرب دولة محمد وحاميها اليماني لا ترافس، جعل أيامكم بالابتسامة ويبطل عنكم كل الطلامس. إذا شاركتني جات الوسامة، وأنا بكتب لكم كل يوم هاجس، وأنا بكتب لكم كل يوم هاجس. أنا ماشي معي مدخول من هنا ولا من هنا، ولا حتى من وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك دعمكم لي يعني لي كل شيء. شاركوا، عسى واحد يجي يقول لنا إيش تفسير الرؤيا هذا. يلا.